اهلا يوتيوب، ازيكم يا جماعه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في البدايه تعريفا عن نفسي، عبد الوهاب الشافعي، مدرب واخصائي تغذيه معتمد، والقناه دي معموله علشان اقدر افيدكم في اي حاجه ليها علاقه بالتغذيه او بالتمرين. فما تنساش قبل ما نبدا الفيديو تعمل لايك، تعمل شير للفيديو، وتنزل تشترك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وما تنساش كمان بعد ما تخلص الفيديو تنزل تحت في الكومنتات وتكتب لي ايه هو الموضوع اللي انت عايزنا نتكلم عنه الفتره اللي جايه او في الحلقه اللي جايه. موضوع الفيديو النهارده هيكون عن الفيتامينات والمعادن. هنتكلم عن الفيتامينات ديت مفيده في ايه او ايه هي فوائدها، وكمان في نفس الوقت هنتكلم عن المصادر بتاعتها. انا مش ناسي ان انا احط لك كل المعلومات عن الفيتامينات والمعادن، فانت هتنزل تحت في الديسكربشن هتلاقيني عامل لك مقاله كامله عن برضو الفيتامينات وفوائدها ومصادرها فين، وكمان هتلاقيني مزود لك حته الجرعات بتاعتها. في البدايه عندي فيتامين ايه. فيتامين ايه من ضمن فوائده ان هو فيتامين مهم جدا للرؤيه، عامل عندي في تقويه المناعه ومفيد لصحه البشره والجلد. بعد كده عندي المصادر بتاعته. عندي المصادر بالنسبه للفيتامين ايه، عندي الجزر والبطاطا والسبانخ والكبده والقرع. عندي فيتامين بي كومبلكس اللي هو بي 1 وبي 3 و6 و9 وبي 12، كل انواع الفيتامين بي. بالنسبه للفوائد بتاعته، هو اولا بيعمل على تحويل الغذاء لطاقه، لان هو بيساهم في عمليه الهضم بشكل كبير جدا بالنسبه للكربوهيدرات والبروتين. بيساهم برضه في صحه الجلد والعين وتحسين الدوره الدمويه، وطبعا وظائف الاعصاب، لان فيتامين بي هو بيشكل الكفر اللي بيحوط الاعصاب وبيحميها. برضه بيساعد في انتاج خلايا الدم الحمراء. المصادر بتاعته عندي اللحوم، البيض، البقوليات والحبوب الكامله. فيتامين سي. فيتامين سي هو اولا هو كوفاكتور، وبرضه في نفس الوقت هو بيحسن في المناعه بتاعتي، وكمان هو مضاد اكسده قوي جدا. هو مضاد اكسده قوي جدا، بيقوي المناعه وبيحسن كمان من امتصاص الحديد، ومفيد طبعا للبشره. طيب مفيد طبعا للبشره ليه؟ لان هو عامل مساعد في استفاده الجسم من الجلايكوجين، وكمان في نفس الوقت من الكولاجين قصدي. وبرضه في نفس الوقت هو بيساعد في تكوين، او هو كوفاكتور لتكوين الكولاجين في الجسم. من المصادر بتاعته عندي البرتقال، عندي اليوسفي، عندي الفلفل الرومي، عندي الجوافه، عندي الكيوي والفراوله. بعد كده هنخش على فيتامين دي. فيتامين دي من ضمن الفيتامينات الحساسه اللي في الجسم، لانه اي فيتامين بيدوب في الدهون، وهو الاي والدي والاي والكي، لما بيزيدوا في الجسم ممكن يسببوا سميه في الدم. فانت لازم تاخد بالك كويس قوي من نمط حياتك ومن الانشطه اللي انت بتعملها في اليوم، وتستشير صيدلي، او بمعنى اصح لما تحط الدايت بتاعك فيه لما تحط الدايت بتاعك في برنامج معين، وتشوف ايه هي الليميتنج او ايه هي الليميتس اللي انت وصلت لها بالنسبه للفيتامينز او المينرالز، تقدر تكملها من خلال المنتجات اللي موجوده في الصيدليه، او من اي سبلمنتيشن انت تقدر تاخده. طيب فيتامين دي الفوائد بتاعته عندي: بيحافظ على صحه العظام والاسنان، امتصاص الكالسيوم، تحسين المزاج، وكمان بيساهم في تكوين الهرمونات وخاصه هرمون التستوستيرون. من ضمن المصادر اللي انا هقدر اتحصل عليها من فيتامين دي عندي التعرض للشمس وصفار البيض والاسماك الدهنيه زي السلمون او التونه. بعد كده هنخش على فيتامين اي. فيتامين اي من الفوائد بتاعته ان هو مضاد قوي جدا للاكسده، وكمان بيساهم في صحه البشره. ومن المصادر بتاعته عندي المكسرات والبذور زيوت النباتيه. بعد كده لو دخلنا على المعادن، عندي الكالسيوم. من ضمن فوائده هو مهم جدا لصحه العظم والاسنان، وكمان بيساعد في الانقباضات العضليه، لان هو من ضمن مجموعه المعادن اللي بتحسن من الكونتراكشن والفليكشن بتاع المسلز بتاعتك. لو اي حاجه من الثلاث احماض دول او الثلاث املاح دول نقصت، فانت احتمال يجي لك كرامس او يجي لك شد عضلي بشكل وحش جدا. وكمان بيساهم في نقل الاشارات العصبيه في الجسم. طيب المصادر بتاعته هلاقيها فين؟ عندي الحليب والزبادي والجبنه والخضروات الورقيه. بالنسبه للحديد، الحديد من ضمن فوائده ان هو بينتج عندي الهيموجلوبين، وكمان بيمنع عنك الانيميا وبيزود الطاقه، لانه مع زياده الهيموجلوبين اللي بتزيد من خلال زياده الحديد في جسمك بيحسن من امتصاص الرئه للاكسجين اللي داخل، او بيحسن من الكباسيتي بتاعت الرئه في انها تمتص اكبر قدر من الاكسجين مع الهواء الجوي اللي داخل في الرئه بتاعتك. من ضمن المصادر اللي انا هلاقي فيها الحديد عندي اللحوم، اللحوم الحمراء والبقوليات والسبانخ والكبده. لو هنخش بعد كده على حاجه، هنخش على المغنيسيوم. من ضمن الفوائد بتاعته هو بيحسن من ضغط الدم، ضروري لصحه القلب والعضلات، لان هو برضو من ضمن المعادن اللي بتساهم في انها تعمل ريلاكسيشن للمصل بتاعتك، او بمعنى صح بتعمل تهدئه للمصل بتاعتك، وكمان ان هو بيحارب الارق لما انت بتبقى داخل تنام او كده. وزي ما قلنا ان هو بيساعد في ارتخاء الجسم، وبيقلل من الارق بتاعك.
من ضمن المصادر بتاعته عندي المكسرات والحبوب الكامله والخضروات الورقيه. بعد كده هخش على البوتاسيوم. طبعا البوتاسيوم من ضمن الحاجات المهمه جدا جدا جدا، لان هو برضو بيبقى له دور في عمليات الانقباضات العضليه، وفي نفس الوقت بيبقى له دور في ارتخاء العضلات. طيب وبرضو من ضمن الفوائد بتاعته ان هو مهم جدا للحفاظ على سوائل الجسم، لان الجسم بيقابله البوتاسيوم بيقابله الصوديوم في الجسم. ولو انت مثلا بتاخد 2300 مللي جرام صوديوم في اليوم او 2 جرام ونص ملح، لازم يقابلهم ضعف الكميه بالنسبه للبوتاسيوم، فدي حاجه خلي بالك منها كويس قوي. طيب بالنسبه للمصادر بتاعه البوتاسيوم، انا عندي الموز، البطاطا، السبانخ، الفواكه المجففه. هخش بعد كده على الزنك. ومن ضمن فوائد الزنك ان هو بيساعد في تقويه المناعه، وكمان بيعمل على شفاء الجروح وصحه البشره، وكمان بيبقى له دور كويس جدا في تحسين الحيوانات المنويه وزياده انتاج هرمون التستوستيرون. المصادر بتاعته هنلاقيها في اللحوم، المحار، المكسرات، والحبوب الكامله. بعد كده عندي السيلينيوم. السيلينيوم بيكون مضاد اكسده قوي جدا، وبيحسن من وظيفه الغده الدرقيه، بالاضافه كمان للفوسفور، وده بيساعد في تكوين العظام وتوليد الطاقه، والنحاس وده بيحسن من امتصاص الحديد، وكمان بيعمل على انتاج الطاقه. واخر معدن معانا وهو اليود. واليود كمان بيكون من ضمن الحاجات اللي بتحسن من الفانكشن او الوظيفه بتاعه الغده الدرقيه. فانت حاول بقدر الامكان انك انت تدخل كل العناصر وكل الفيتامينز وكل المينرالز اللي انت تقدر تدخلها في خلال يومك، لان الحاجات ديت هي برضو اللي هتحافظ على صحتك. الموضوع مش بروتين وكارب وفات بس، لا، كمان انت لازم تهتم بالاعضاء الداخليه بتاعتك، ولازم تهتم من جوه علشان تكون في احسن صحه وفي احسن حال وفي احسن شيب وفورمه. اوكي يا يوتيوب، كده انا وصلت لغايه اخر الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا. اتمنى اكون ما طولش عليكم الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو لاصحابك علشان يستفيدوا، وما تنساش تنزل تشترك تحت في القناه، واكتب لي في الكومنت سيكشن ايه هو الفيديو اللي انت حابه المره الجايه، او ايه اللي انت حابه ان احنا اتكلم عنه في الحلقه اللي جايه. شكرا يا جماعه، لو انتوا وصلتوا لغايه اخر الفيديو شكرا جدا جدا جدا. اشوفكم على خير. السلام عليكم.